بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى عملنا حاجه كده ما شاء الله، ولا عجن ولا فرد ولا حاجه ابدا. مش لاقيين حاجه ناكلها كده واحنا قاعدين بالليل، رحت قمت عملتها والله العظيم بجد. تفطيره بقى ايه ما شاء الله، غنيه بالحاجات اللي فيها كده ومفيده، تعمليها بقى كده حتى لو معاكي اطفال صغيرين ما شاء الله يعني بجد. معايا بيضتين، بصوا. تحطي البيض واللبن الأول، بس أنا حطيت الدقيق ونسيت معلش. هتحطي البيض واللبن وهتضربيه ببعضيه وفلفل أسود، وبعد كده تبدأي تحطي في الدقيق. هما بيضتين وكوباية لبن، وده زعتر، يعني فلفل أسود وزعتر وحبة ملح زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. دي بقى جميلة جدا، مش عايزة تفطري. وده بيكنج باودر، اه. ده أنا بمسك البيكنج باودر في ايدي كده عشان خاطر منساش وانا بقول لكم. حبايبي ربنا يبارك فيكم يا رب، اخواتي وحبايبي وحبايبنا واخواتنا العرب والمغاربة والسعوديين وكل الناس الحلوة اللي عرفناهم. وده اللبن زي ما قلت لك يا حبيبتي، كوباية لبن مع اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، والبيضتين وكوباية دقيق اللي هي الكوباية المعيارية. بس هي دي كل المحتوى اللي اللي معايا، وفلفل اسود وزعتر. ودي جبنة ميكس. هي المفروض ان انا كنت يبقى عندي اللي هي الجبنه اللي بتمط، مش عارفه اقول اسمها طبعا زي ما انتوا عارفين، ام احمد يعني. وده فلفل كان عندي احمر واخضر. يعني فطيره غنيه ما شاء الله ما شاء الله بجد، يعني حلوه جدا وكانت طعمها لذيذ. بس خلصت معايا كده وركنتها كده 10 دقايق بالظبط. طبعا ما فيهاش حاجه ولا تختمر ولا حاجه، ده بس العجينه تريح معاكي. وبصوا بقى، عشان انا غلطت غلطه، بس انا ما عنديش طاسه اصغر من كده. لو عندك بقى طاسه اصغر من كده كانت طلعت بقى عاليه جدا وجميله، بس هي كانت جميله برضه. بس هي طاستي يعني كبيره شويه، عشان ما عنديش طاسه كله حاجتي يعني كبيره كده. اما ربنا يكرمني ان شاء الله هجيب ان شاء الله طاجن صغير بس. وهتحطيها كده مع معلقه السمنه اللي عندك، معلقه زيت، زبده. الماده الدهنيه اللي انت تستخدميها وتستعمليها مش هتقولك لا. شفت السهوله والبساطه. تحطي فيها حبة جبنة في قلبيها مع الفلفل، وهتحطيها كده وهتشوفوا هنعمل ايه. سواء مفيش ثواني، 5 دقايق بالظبط. بعد كده تروحي تقلبيها كده بسم الله ما شاء الله، وتحطي حاجة فيها بقى انا ما كانش عندي زي ما قلت لكم غير الجبنة الميكس ده. ما عنديش اسمها ايه، هي مش جنبي عشان اقول لكم. موزاريلا، مش عارف. كانت مطت اكتر يعني كل الحكاية. وكان عندي زيتون برضو حطيت، ورحنا اتعشينا بيها بالليل انا وآية. بس كانت تحفة 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 بجد. ساعات كده بتطلع في دماغي مش بلاقي حاجة اكلها، تقومي بقى تعملي. والصبح كمان لو هتعمليها للفطار، لو زهقانة بقى من الفول والطعمية والحاجات دي. بصراحة كانت جميلة اوي ومش بتاخد حاجة. بصوا ما شاء الله، كمان لو الطاسة صغيرة كانت طلعت اكبر. عايزة تضعف الكمية ضعف الكمية براحتك يا حبيبتي. حبايبي واخواتي وولادي احسن ناس عرفناهم على اليوتيوب. بس جميلة جدا. سلام حبايبي. كانت سخنة مولعة. يلا حبايبي سلام. متنسوش